يا رب تعجبكم ويا ريت حبايبي، انا طالبه منكم طلب انا بقوله في كل فيديو بعمله، على اساس ان انا الارباح واقفه من عندي بقالها 3 شهور او 4، عشان كنت نزلت محتوى معاد استخدامه. يعني انا ما كنتش اعرف ان هو غلط، والله ما كنت اعرف، وخدت شيء نزلته عندي. على طول رفعوا الأرباح من عندي بقالها 4 شهور. قالوا اعملي طلب، عملت أول طلب واترد عليا، قالوا لي يوم 16/1 اعملي الطلب التاني. عشان أخش أعمل الطلب التاني من استوديو اليوتيوب لازم العلامة تبقى زرقاء، في حاجة كده في الكتابة، حتة من تحت بتبقى زرقاء. لو ازرقت بكتب الطلب وبعرف أخش أعمل الفيديو، ما زرقتش طبعا ما بعرفش اخش اعمل الفيديو، فانا بالفعل ما زرقتش عندي، فانا مش عارفه اتصرف ازاي. بالله عليكم لو حد يعرف الارباح بترجع ازاي في تاني طلب يا ريت يفيدني، اكون شاكره جدا. يلا بينا نشوفها اتحضرت ازاي. كده البسبوسه بتاعتي اهي قطعتها، انا بس عايزه اوريكم هي الاول بتتقطع طريه اهي. بصوا من جوه بقى القلب بتاعها، بصوا عامل ازاي، بجد طالعه حلوه جدا جدا، مرمله وجميله اهي. شايفين عامله ازاي؟ وطبعا عايزه اقول لكم الطعم تحفه، ولا عسل كتير ولا هي مكتومه. في ناس بيحطوا لها بيكنج باودر، لا انا ما بحطلهاش بيكنج باودر. بصوا عامله ازاي، طريه وجميله ازاي. عايزه اقول لكم يا رب تعجبكم، والله عايزه يعني طول ما انت واقفه عايزه تاكلي منها. اولا مش مسكره كتير من اللي بتغم النفس دي، وطلع حلوة جدا ومرملة وتحفة، مقادير مظبوطة بالظبط. اللون بتاعها لونها حلو قوي قوي. مساء الخير، مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا حابة اعمل صينية بسبوسة على الطريقة الدمياطي، ونجربها ونشوفوها مع بعض. هنا اول حاجة معايا كوب وربع سكر، كوب وربع مية، ترانش ليمون او 2، نقطة فانيليا، نقطة او رشة ملح صغيرة، ونحطهم على النار يعني ياخدوا كام غلوة كده. احنا مش عايزينهم طبعا تقيل، انتوا عارفين ان السيرب بتاع البسبوسة بيبقى خفيف. كوباية وربع سكر وكوباية وربع مية، ونسيبهم على النار لغاية ما نحضر حاجتنا التانية. هنزل بقى بمعلقة عسل كليكوز، جامد جدا، معلقة مليانة خالص كده. لحد ما تدوب ونطفي على السيرب بتاعها. يبقى حطينا كوباية وربع سكر، كوباية وربع مية، نفس الكوباية هي 2 ترانش ليمون. لو ما عندكيش الليمون الكبير ده عصري اقل من نص ليمونة من العادية، ومعلقة مليانة عسل جلوكوز، ورشة ملح، وطبعا نقطتين فانيليا. لسه ما دابش، لحد ما يدوب ونبدأ نطفي عليه. انا هعملها البسبوسه اللي هي بيتكرمل لها السكر، وطبعا عن طريقه دمياط. انتوا عارفين دمياط مشهوره بالحلويات بتاعتها. لما هتيجي تحطي السيرب او الشربات على البسبوسه ما يكونش بارد، يعني دفيه
خليه سخن عشان يطري البسبوسة معاكي. كده هنبدأ نشيل الشربات بتاعنا. ونبدأ نحط معانا هنا طاسة غويطة. طبعا انا عندي كل الطاسات غامقة من جوه، فيا ريت البنانيت الصغيرة الحلوين اللي بيتعلموا لو هتعمل الطريقة دي تبقى طاسة لونها فاتح عشان الكراميل ما يخونهاش. انتوا عارفين الكراميل ما بين الثانية والتانية ممكن يتحرق ويمرر الحاجة بتاعتنا. اهي هبدأ انشف الطاسة. هنا معايا كوب الا معلقة كده سكر، نشفت اهي. نبدأ ننزل كوب الا معلقة سكر، ونبدأ نسيبهم كده لحد ما يبقى ايه فيه اللون الاصفر من الجنب. انا هحاول اهدي العين بتاعتي شويه عشان دي العين الكبيره، ولازم يكون معاكي سباتشوله كده تقلبي بيها. يبدأ بس من الحروف يصفر. أنا بعمل معاكم خطوة خطوة عشان اللي حابب يعملها يبقى شايف الخطوات واحدة واحدة. أبدأ أقلب بقى. طبعا هنا مش هقفل الفيديو خالص عشان تشوفوا خطواتها، لان الخطوات اللي على البوتاجاز دي اللي هي في الطاسه دلوقتي لازم تتعمل ورا بعض ولازم تتشاف. هبدأ أهدي كمان النار شوية عشان عقبال ما يفك منك السكر ما يكونش غمق، فانتي هدي النار كويس.
برضو اهدي تاني، تبقى هادية خالص لحد ما السكر ده يدوب معاكي. انا بعمل كده عشان لو الاسباتولا فيها سكر ناشف ينزل. ولازم تكون الطاسة اللي هتعملي فيها ايا كان بقى، حلة طاسة تكون غويطة، عشان لما تيجي تنزلي الحليب والمية والزبدة ما ترطش عليكي. طبعا اللون بتاع الكراميل ده على حسب ما انت عايزة، اللون على حسب ما انت عايزة. في ناس بتحب البسبوسة غامقة، وفي ناس بتحب البسبوسة معقولة، وهو المفروض تبقى معقولة يعني. بصوا انا بنزل السكر، ههدي كمان. شايفين انا مخليه النار اكنها مش والعه، يعني بسيط جدا. عشان انزل اللي في الاسباتولا عشان ما يبقاش فيه كلاكيع بعد كده. اقلب بقى كده لحد ما يدوب الحاجات اللي فيها ده. شوفوا هي لونها فاتح اهي، فاتحه. عشان كده بقول لكم هدوا النار خالص، وحاولي تجيبي من الحروف شوفوا خلاص يعني بدأ كله يروح اهو، ساحت كلها. على قد ما بقدر بعمل بالسباتولا كده على اساس ان ما يبقاش فيها اي تكتلات. نبدأ ننزل بسم الله بربع كوباية مية. ما تخافيش بقى لما تلاقيها كده عملت كده، عادي، كلنا عارفين ان الكراميل في الاول بيعمل كده. النار هاديه لحد ما تدوب بس.
انا مهديه النار خالص برضو، معلتش. كل ده دلوقتي هيدوب. بصوا كل اللي بيبقى لازق في تحت بدأ يفك خالص اهو. بالراحة وعلى مهلك وما تستعجليش، انا مهدية النار. حاولي بقى تعملي كده في الطاسة بتاعتك على اساس اي تكتلات تطلع. نهدي النار شوية عشان انا عليت كده، عشان تبدأ تسيح الحتة اللي فاضلة دي. بصوا كله بيفك ازاي. هنهدي تاني.
عشان اي تكتلات تفك، مش عايزين فيها اي تكتلات. اهو كده هي فكت كلها. هبدأ اجيب الزبدة. انا عندي زبدة بقري، عندك سمنة جاموسي ماشي، عندك زبدة عادية ماشي، بس انا عندي زبدة بقري اهي. بسم الله. كوباية الا معلقة. كوباية الا معلقة. نبدأ نعجن. هتبدأي تحسي ان ده بيفصل عن ده، ما تخافيش. بصي فصلت ازاي. هننزل بكوب حليب. بسم الله. كوب حليب. نبدأ نقلب بقى. تاخد غلوتين ونبدأ ناخدها نصفيها في مصفى، وبعدين نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. نحطيها عشان هي بتفور. رشة ملح صغيرة. طبعا مش هحط عليها السميد وهي سخنة كده، لازم تبقى دافية، ما تبقاش سخنة، وإلا تنشف معاكي البسبوسة.
معانا قد ايه بسبوسه دي السميد؟ نص كيلو. المقادير دي بتاعت نص كيلو. هبدأ اخدها اصفيها وبعدين نشوفها مع بعض بمصفى، اللي هي المصفى دي اي مصفى عندك بقى. بصوا انا صفيتها اهو. وهبدأ اعمل فيها كده لما يندمج الزبدة مع المية كويس، السائل بتاعها، بالراحة كده. هسيبها تبرد شوية. وهنا معايا نص السميد، ومعايا معلقتين جوز هند. عايزة تستغني عنهم استغني، مفيش مشكلة. تقلبيهم تقليبة كده. نبدأ ننزل. طبعا هو دافى خالص، مش عايزين نقلب كتير. بصوا اللون بقى ما شاء الله. هي لا بتبقى سايبة ولا بتبقى ناشفة. المهم ان انت تغطي كل الدقيق الابيض. عايزين نتأكد ان مفيش حاجة بيضة فيها، يعني مفيش دقيق البسبوسة ابيض فيها لسه. شايفين؟ بصوا بقى هي طرية وحلوة ازاي، ولا هي مية ولا هي ناشفة. بصوا اللون بتاعها ما شاء الله تحفة. يلا نجيب الصينية بتاعتها. طبعا الصينية بتاعتها نكون دهنينها زبدة حلو كده. ننزل هي هتكون سلسة معاكي وهتتفرد كويس، لانها هي مش ناشفة ومش مية. الصينية دي مقاس 30 عشان سمكها يطلع حلو. عندك بقى بندق، عندك سوداني، عايزة تشكلي شكلي براحتك. بس انا بصراحة في الوقت الحالي معنديش. انا هبدأ اعمل بايدي. هساوي بس. طبعا هو مقاس الصينية ده حلو قوي عشان ما تطلعش رفيعة. حلو قوي. بصوا الشكل تحفة. هبدأ احطها على الشبكة في الرف الوسطاني. بشغل لها من تحت، لو المروحة عندك بتوزع الهواء كويس في الفرن من تحت بس. حبت في الاخر بعد ما تستوى من تحت احمر وعايزة ادي لون فوق الوش، بولع الشواية. ما كانش والفرن عندك بيوزع كويس، خلاص هي هتحمر لوحدها. نحطها ونشوفها مع بعض. لسه مطلعاها من الفرن باللون الجميل ده.
بصوا على طول هنزل بالشربات بتاعها. كل ما تشرب اديها شوية كمان. بصوا بتفتح ازاي تشرب السيرب بتاعها. هي سخنة ملهلبة يعني مش عارفة حتى امسكها. طبعا هي كده تتساب ثواني تشرب السيرب بتاعها عشان تشوفي عايزة تاني ولا لا. طبعا بقية السيرب اللي بيفضل ما ترموهوش، بتشيليه في حاجة في البخاخة بتاعت الحلويات دي وتشيليه في باب التلاجة، بيقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين عادي مفيش مشكلة. تعملي منه التارت، تعملي منه بسبوسة. لازم تفضلي تقلبي فيها كده عشان تشرب من كل الاماكن. هي بصوا بتشرب ازاي، شايفين في اماكن بتشرب ونشفت. انا كده مش هحط لها سيرب تاني، خلاص هي تشرب دول وخلاص كده. شايفين شربت كله ازاي، بس هي كده مش عايزة تاني. ده على حسب بقى نظريتك انتي، يعني قدامك انتي شايفة محتاجة تاني حط لها، مش محتاجة خلاص. بصوا هي شربت كله، فاضل نقطة اهي. انا بحاول احطها في الحروف لان انتوا عارفين الحروف بتبقى هي الناشفة. وهنسيبها تبرد. انا مش بقطعها دلوقتي، لازم تبرد خالص لازم. بصوا هي شربت كله ولونها جميل، شايفين شربت كله يعني مفيش ولا نقطة. بس هي كده مش عايزة تاني، سيبها تبرد بقى خالص.